بصوا بس، اسمعوا بس كلمتين مهمين والله. فاكرين انتوا من اول فيديو نزلته على موضوع المهاجم ده قلت لكم ايه؟ هترسى على صلاح محسن في الاخر وكهربا معاه. صلاح محسن او كهربا. بص يا سيدي، باختصار شديد عمك ابراهيم فايق قال لك ايه؟ ان كولر الراجل ده عنده معلومات جباره عن تجربه، اسمع مني. قال لك ان كولر مصمم على سوزا، مصمم عليه، عايزه. لو الاهلي مش هيجيب له اللاعب ده خلاص هو مش عايز مهاجمين لحد شهر واحد. طب مش عايز مهاجمين يا عم كولر، هيتعامل بمين؟ قالك هيتعامل بصلاح محسن وكهربا وتاو والحبشتكنات دي. طيب السؤال اللي هنا بقى اللي بيطرح نفسه واللي بجد والله لازم نسأله لنفسنا ونسأله لإدارتنا، ايه المشكلة؟ في ايه؟ المشكلة فين بجد والله؟ عشان بجد احنا تعبنا. هل المشكلة في أمير توفيق؟ عرفونا. المشكلة في الفلوس، في المادة؟ ما كنتش جبت إمام عاشور وجبت اللعيبة دي بالمبالغ دي. احنا عارفين ان الاهلي فيه فلوس، احنا عارفين ان الاهلي الماليه بتاعته بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، ما بنحسدش يمسك الخشب. طب المشكله فين؟ امير توفيق غيروه زي ما غيرته كده راجل كفء زي سيد عبد الحفيظ، غيروا امير توفيق. بقاله كام سنه مش عارف يجيب لنا مهاجم يا جماعه. كام سنه الاهلي مش عارف يجيب مهاجم؟ كام موسم عدى كده نسمع من بدايه الموسم المهاجم الجديد جبار، المهاجم الجديد مرعب يا مرعب، اسمع مني مرعب. تيجي تدور على المراد ما تلاقيش، يطلع في الاخر محمد شريف او كهربا او تاو او صلاح محسن. طيب السنه دي بقى، الموسم ده بدايه من اول ما الموسم ما خلص اللي فات او خلاص الاهلي كان بيحتفل بالدوري، اسمع يا سيدي، الاهلي بيتعاقد او مخلص اصلا، ناس كتيره جدا قالت الكلام ده، الاهلي مخلص اصلا في لاعب عالمي علاء هيجي ياكل الاخضر واليابس. قشطه تمام. مين هو؟ موليكا. ماشي. فين موليكا؟ لا ما فيش موليكا. طيب مين تاني؟ سوزا. ماشي، مع الناس كتيرة جدا كان عندها اعتراضات عليه يعني. فين سوزا؟ ما فيش. ده كولر هو اللي ما فيش. ما فيش. الحق حسام غالي ومش عارف نادر شوقي ومش عارف مين رايحين تركيا يخلصوا. بعدها بشوية يا عم خلصوا بمين؟ ده واحد في الجونة والتاني لسه جاي من الساحل، والملف ده مع امير توفيق. طب ايه بقى؟ طب هي ايه الحكاية يا عم بيبو؟ كابتن بيبو، عندنا استقرار الحمد لله، ده بفضل الجماهير، خلي بالك، ده بفضل الجماهير اللي بتعرف تسند كويس وتدعم كويس. قول لنا بقى وصرحنا، صرحنا بالحقيقة، صرحنا بالحقيقة. لأن كولر ده راجل أجنبي، راجل أجنبي حللك الدنيا الموسم اللي فات، مش كل موسم هيعرف يحللك القصة دي. الراجل عايز لاعب معين مش عارف تخلص معاه ليه؟ هل ده فشل من امير توفيق مثلا؟ فشل من حضرتك؟ فشل من الاداره؟ فشل مننا احنا مثلا من الجماهير؟ الله اعلم. ما عرفونا يا جدعان في ايه إيه المشكله يا جدعان عندنا؟ عرفونا حلها لنا. يعني ممكن نحلها مع بعضينا، ممكن المشكله نحلها مع بعضينا. انما حاله السكوت التام والغموض اللي احنا فيها دلوقتي دي مش حلوه. مش حلوه ليه؟ لان احنا كل يوم بنسمع اسم جديد حضرتك. بعد اذنك يا كابتن بيبو عايزين مهاجم، مفيش مهاجم قول لنا عرفنا. بس الموضوع سهل وبسيط اهو. احلى مسا عليكم.